كان في سؤال كده فضل فترة بسأله لنفسي، يعني أيام الاستفتاء على الدستور الجديد والاستفتاء على التعديلات الدستورية اللي تمت بعد الدستور بفترة. الناس اللي كانت نازلة تقول رأيها في الدستور إذا كانت موافقة أو رافضة، دي حد فيكم قرا الدستور؟ كم واحد في مصر قرا الدستور المصري؟ كم واحد في مصر يعرف يعني ايه دستور اصلا؟ على فكره انا ما قراتوش، انا واحده من الناس اللي ما قريتش الدستور، بس عارفه ان الماده الثانيه في الدستور بتقول مصر باعتبارها دوله اسلاميه فمبادئ الشريعه الاسلاميه تعتبر هي المصدر الرئيسي للتشريع، الرئيسي مش الوحيد، يعني في مصادر تانية. ففي محامي استاذ زميل يعني كان ليه دعوة متعلقة بسن حضانة الصغير منظورة أمام محكمة في القاهرة، محكمة استئناف القاهرة. فجوا قدام المحكمة قال لهم والله احنا دلوقتي دولة إسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. في الشريعة الإسلامية الفقهاء أجمعوا إن سن حضانة الصغير 7 و9 سنين. ليه في قانون الأحوال الشخصية في المادة 20 منه، قانون رقم 25 لسنة 29 واللي اتعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بيقول إن سن الحضانة 15 سنة. ما ده معناه إن المادة دي مش دستورية، ودفع بعدم دستورية المادة. فالمحكمة اقتنعت ووقفت الدعوة بتاعت الحضانة بتاعته تعليقي لحين الفصل في الطعن، وتم الطعن على المادة بعدم الدستورية. دلوقتي بقى أي حد عنده أي قضية أسرة متعلقة بسن الحضانة يطلب من المحكمة وقفها تعليقي لحين الفصل في دستورية أو عدم دستورية المادة 20.